السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الكيك بهذه الطريقه هذه. كيجيو يا سلام، كيجيو لذاذ بزاف، كيعجبوا الدراري الصغار خصوصا. والى اخواتي عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسونيش باللايكات ديالكم والبارطاج وتخليو لي تعليق زوين باش تشجعوني. في واحد لوبول كندير كاس الا ربع نتاع سكر حبيبات، كنضيف كيس ديال سكر فانيلا ما يعادل 7.5 غرام، وكنضيف واحد الرشه نتاع الملح. البيض احتاجيت 2 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ. كنخلط مزيان هذا الخليط. وبنفس الكاس كنعبر كاس الا ربع ديال الحليب اللي يكون حتى هو بحراره المطبخ، وكنضيف نفس الكاس كنعبر به الزيت النباتيه، كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه. كنخلط دائما بالضرب اليدوي حتى يندمجوا مزيان. كما لاحظتوا انا استعملت غير الضرب اليدوي، ما نحتاجوش نستعملوا الضرب الكهربائي. وفي الاخير كنضيف الدقيق الابيض. الكميه اللي احتاجيت لهذا الكيك هذا احتاجيت 2 ديال الكيسان نتاع الدقيق الابيض. الكاس اللي عبرت به من قبل هو اللي كنعبر به الدقيق. كنغربلو على هذا الشكل هذا، وكنضيف كيس ديال خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام. صافي كنخلط مزيان بالضرب اليدوي باش تعطينا ديك الهشاشه الكيك ديالنا. كنضيف ربع كاس ديال الحليب اللي سبق لي غليته مزيان، ضروري يكون مغلي مزيان. هذا هو القوام ديال الخليط اللي كنتحصل عليه. كنحيد 2 ديال المعالق كنخليهم جانبا، وكندير الخليط في واحد الصينيه اللي كتدخل الفرن القياس ديالها 30 على 36. وداك الخليط اللي خليته جانبا كنضيف له معلقه صغيره ديال الكاكاو الحلو مع قطرات ديال الحليب. كنخلط مزيان هاد المكونات وكنديرهم في واحد الميكا ولا في واحد الساشي. كندير خطوط على الكيك على هذا الشكل هذا، وكنستعين بواحد الكوردون كندي فيه وكنرد باش ندير داك الشكل المعروف نتاع الملفي كما راه موضح في الفيديو. والطريقه اللي سهله وبسيطه وكتعطينا واحد الشكل اللي كيكون مزيون للكيك. كندخل صينيه الفرن كنخليها تتحمر لي شويه من التحت وتاخذ واحد اللون اللي كيكون ذهبي خفيف من الفوق، ما نخليهاش تحمر بزاف. صافي كنخرجها من الفرن. هذا هو الكيك. من بعد ما خرجته من الفرن كنحيدو من الصينيه، كنقطع له الجوانب وكنقطعو على 2 ونحاول الجزئين بزوج يكونوا متساويين، القياس ديالهم يكون متساوي. كما كتشوفوا الكيك كيجي خفيف. كنقلب الكيك على الجهه الاخرى وكنزينو بالشوكولاته الخاصه بالدهن كما نقدروا نعوضوها بالمربى تاع المشمش. كنغطيها كامله بالشوكولاط وكندير فوقها الجزء الثاني ديال الكيك. وقطعت الكيك ديالي على شكل ديال مستطيلات اللي متوسطه الحجم. نتوما تقدروا تحكموا في الحجم ديال الكيك ديالكم وتتكبروه ولا تصغروه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كما لاحظتوا طريقه التحضير سهله وبسيطه وكيجي رائع شكلا ومذاقا. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم. كنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.